طبعا انت طول عمرك بتشوف كلمه كافر في القران وبتفتكر ان المقصود بيها ابو لهب وابو جهل والناس دي، وعمرك ابدا ما خدت الكلام على نفسك وخفت تكون واحد من الكفار دول. لكن الحقيقه ان في القران الكريم كلمه كفر بتيجي دايما مقترنه بكلمه شكر، ولما تشوف كلمه كفر في القران فمش لازم يكون مقصود بيها الكفر بالله، كتير جدا بيبقى المقصود بكلمه كفر هو الكفر بالنعمه، بالبلدي كده يعني ربنا يميزك بحاجه وانت تستخدم الحاجه دي في الحرام، وده يخليك تسال في كل مره تشوف فيها كلمه كفر او كافرين، يا ترى انا اديت شكر كل نعمه ربنا انعم عليا بيها ولا لا؟ يعني مثلا نعمه العين، شكرها انك انت دايما تطيل النظر في القرآن وتتدبر في معانيه وتتأمل في خلق نفسك وفي خلق الكون عشان تصل بعين اليقين الى عظمة الله سبحانه وتعالى. وكفر نعمة العين انك تستخدمها في النظر الى ما حرم الله، وما تستهونش ابدا بالنظرة، لان نظرة واحدة ممكن تعمل حجاب بينك وبين ربك. السمع نعمة، شكرها انك تستخدمها في انك تسمع كلام ربنا وتقول سمعنا واطعنا، تسمع دروس تعلمك عن دينك، تسمع موعظة ترقق قلبك. اما كفر نعمة السمع انك تستخدمها في اي حاجه غير كده، سواء كانت غيبه او نميمه او اغاني او مسلسلات او افلام، اي حاجه تلهيك عن شكر النعمه دي تبقى نوع من انواع الكفر او الجحود. ومن اعظم نعم ربنا علينا هي القلب، وشكر النعمه دي انك تدور على اي حاجه تزود حب ربنا في قلبك، وكفرها ان حب اي حاجه تاني يبقى اكتر من حب ربنا في قلبك. وكل موهبه ربنا ميزك بيها هي نعمه، شكرها انك توظفها في خدمه الدين وفي تحقيق مراد الله منك، وكفرها انك تستخدمها في معصيته. ربنا سبحانه وتعالى بيقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. كل نعمة ربنا أنعم عليك بيها هي مسؤولية وابتلاء، بس يا ترى بقى أنت هتبقى قد المسؤولية دي وهتبقى من القليلين اللي حاولوا واجتهدوا إن هم يشكروا نعمة ربنا عليهم، ولا هتكون زي أكتر الناس جاحد وكافر بالنعمة ومش شايفها أصلا ولا واخد بالك منها؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول وقليل من عبادي الشكور، يعني قليل جدا مننا اللي فعلا بيقدر يشكر ربنا على نعم، يعني احتمالية إنك تكون أديت شكر كل نعم ربنا عليك ضعيفة جدا. والمشكلة إن المسألة مش بالكيلو كده، ربنا بيقول واشكروا نعمة الله، يعني انت محتاج تقف تتدبر مع كل نعمة واحدة ربنا انعم عليك بيها وتقعد تفكر ازاي هشكر ربنا على النعمة دي. بس الامام الجنيد لما سألوه وهو صبي صغير عن الشكر فقال الشكر الا تعصي الله بنعمه. حمل تقيل ومسؤولية كبيرة، بس كمان ربنا بيوعد الانسان اللي بيشكر ربنا حق الشكر انه هيزود له النعمة دي وهيبارك له فيها. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد.